السلام عليكم يا جماعة، معاكم أحمد. لو دي أول مرة تدخل القناة فأنت هنا في المكان اللي كل قصة فيه ممكن تخليك تبص وراك قبل ما تنام. النهاردة مش جاي أحكي لكم قصة سمعتها من حد ولا حتى قصة منتشرة على النت. النهاردة أنا هحكي لكم حاجة حصلت لي أنا شخصيا، حاجة بدأت برسالة غريبة وانتهت بلعنة فرعونية، ولحد دلوقتي مش عارف إذا كنت خرجت منها فعلا ولا لسه جواها. كل اللي هطلبه منك قبل ما نبدأ تطفي النور وتلبس السماعات وما تكملش لوحدك. القصة بدأت من حوالي 3 شهور. كنت وقتها شغال مصور حر، بصور أماكن أثرية وسياحية لقناة وثائقية صغيرة على اليوتيوب. الشغلانة ما كانتش ثابتة بس كانت بتدخل فلوس حلوة. وفي يوم بالليل وأنا قاعد لوحدي جالي إيميل من شخص اسمه الدكتور مراد الكومي، أستاذ آثار معروف وناس كتير كانت بتتكلم عنه في المجال. الإيميل كان قصير جدا، قال فيه: لو مهتم تصور اكتشاف أثري حقيقي تعال الأقصر خلال 48 ساعة وما تقولش لحد. افتكرت الموضوع نصب في الأول، بس لما دخلت على الرقم اللي باعت منه الرسالة لقيته فعلا رقم الدكتور مراد المعروف. اتحمست جدا، خصوصا ان اي حد بيشتغل في التصوير نفسه يدخل مقبرة او مكان لسه محدش شافه. سافرت الأقصر بعدها بيوم والدكتور استقبلني بنفسه. اول حاجة لفتت نظري ان الراجل كان مرعوب، مش متوتر، لا مرعوب فعلا. عينه كانت حمرة وشكله ما كانش نايم بقاله أيام. ركبت معاه العربية وفضل ساكت طول الطريق لحد ما وقف فجأة وسط الصحراء. المكان كان بعيد جدا عن أي ناس، مجرد جبال رملية وهوا سخن وصوت صفير غريب. شافني ببص حواليا فقال بصوت واطي: المكان ده محدش يعرف عنه حاجة. قلت له: يعني مقبرة جديدة؟ بصلي شوية وقال: دي مش مجرد مقبرة. نزلنا نمشي وسط الصخور لحد ما وصلنا لفتحة صغيرة جدا تحت الأرض. كان في 3 عمال واقفين بره، لكن كلهم شكلهم خايف. واحد منهم أول ما شاف الدكتور قال: إحنا مش هننزل تاني يا دكتور. الدكتور مردش، بس من نظراته حسيت إن في حاجة مستخبية. نزلنا بسلم خشب قديم، وكل ما ننزل الهوا يبقى أبرد لحد ما وصلنا لممر طويل جدا. الجدران كلها كانت مليانة نقوش فرعونية، بس الغريب إن معظم الرسومات كانت لناس بتصرخ. واحدة من الرسومات كانت لراجل بيشد جلده بإيده، والتانية لست بتطلع من بقها تعابين. قلت للدكتور: هي دي مقبرة مين؟ سكت شوية وقال: الملك ما كانش مدفون هنا، اللي هنا كان محبوس. جسمي أشعر. كملنا مشي لحد ما وصلنا لباب حجري ضخم. الباب كان عليه رمز غريب، عين كبيرة حواليها خطوط شبه النار. الدكتور قال إن الرمز ده مش موجود في أي بردية معروفة. وفجأة سمعنا صوت خبط. وقفت مكاني، الصوت كان جاي من ورا الباب. بصيت للدكتور لقيته شاحب جدا. قلت له: في حد جوه؟ قال بسرعة: مستحيل. بس الخبط اتكرر 1 2 3، وبعدين سمعنا صوت نفس كأن حد واقف ورا الباب مباشرة. الدكتور فتح شنطة صغيرة وطلع منها مفتاح معدني قديم، وإيده كانت بتترعش، وقال لي: لو حصل أي حاجة ما تبصش وراك. ضحكت وقتها وافتكرته بيبالغ، بس بعد دقيقة كنت هتمنى إني سمعت كلامه. أول ما الباب اتحرك ريحة غريبة خرجت، ريحة مش تراب ولا عفن، ريحة زي لحم محروق. دخلنا جوه. الأوضة كانت ضخمة جدا، وفي النص تابوت أسود، مش ذهبي ولا مزخرف، أسود بالكامل. والأغرب إن التابوت كان مفتوح. قربت أصور لكن الكاميرا فصلت رغم إن البطارية كانت كاملة.
الدكتور بص جوه التابوت وفجأة وشه اتغير. قلت له في ايه؟ ما ردش. قربت منه وبصيت، التابوت كان فاضي، لكن في حاجة محفورة جواه، جملة واحدة: من يفتح الباب يحل مكاني. ضحكت بتوتر وقلت واضح إن القدماء كان عندهم حس درامي. الدكتور ما بصليش عدى، كان مركز على الحيطة. لفيت أبص ولقيت الرسومات اتغيرت. أقسم بالله الرسومات ما كانتش كده، بقى فيها شخص جديد مرسوم، شخص ماسك كاميرا. أنا رجعت لورا بسرعة، ووقتها سمعنا صوت حد بيجري في الممر بره. طلعنا بسرعة، لكن الممر كان فاضي، بس الرمال على الأرض كان عليها آثار رجلين طالعة لجوه مش خارجة. الدكتور قال بصوت مخنوق: لازم نمشي حالا. جرينا ناحية السلم، لكن أول ما وصلنا لقيناه مكسور. قفلت حلقي، بقينا محبوسين. وفجأة كل المشاعل طفت والضلمة بقت كاملة. وبعدين سمعت صوت ست بتضحك. الضحكة كانت بعيدة، لكن كل ثانية بتقرب. الدكتور كان بيقرأ كلمات فرعونية بسرعة، وأنا بحاول أشغل الكشاف. ولما النور اشتغل شفتها، ست طويلة جدا، جسمها ملفوف بقماش اسود قديم، وشها ما فيهوش عينين، بس ابتسامتها واسعة بطريقة مستحيلة. كانت واقفة في آخر الممر ثابتة، لكن بعد ثانية بقت أقرب من غير ما تمشي. صرخت. الدكتور شدني وقال ما تبصلهاش، لكن للأسف كنت بصيت. وفي اللحظة دي سمعت صوت جوه دماغي بيقول 1 بدل 1. حسيت بصداع رهيب. الدكتور كان بيقرأ كلمات فرعونية بسرعة، وأنا بحاول أشغل الكشاف. ولما النور اشتغل وقعت على الأرض، ولما فتحت عيني لقيت نفسي فوق الرمل بره المقبرة. الشمس طالعة والدكتور مراد مختفي. فضلت أدور عليه ساعات لحد ما لقيت العمال. سألتهم عنه فبصولي بخوف. واحد منهم قال الدكتور مات من شهر. ضحكت وقلت لهم انتوا بتهزروا، أنا كنت معاه امبارح. لكن الراجل طلع صورة من موبايله للدكتور وفيها تاريخ عزا. ايدي سقعت وقلت لهم أكيد في غلط. الدكتور كان بيقرأ كلمات فرعونية، لكنهم أكدوا إن الدكتور نزل المقبرة لوحده من شهر وما طلعش. رجعت القاهرة وأقسمت إني أنسى، بس من أول يوم بدأت الكوابيس. كل ليلة أشوف نفس الممر ونفس الست، وكل مرة تقرب أكتر. وفي مرة صحيت على صوت تراب بيتنفض من الأرض. فتحت عيني لقيت أوضتي مليانة رمل، وفي الحيطة نفس الرمز، العين الكبيرة. بدأت أتجنن. رحت للدكتور نفسي، قال إنها صدمة، لكن الدكتور نفسه اختفى بعدها بأسبوع. وبعدها وصلت لي رسالة من رقم مجهول مكتوب فيها الدور عليك. ومن يومها أي مكان فيه مراية بشوفها واقفة ورايا. حتى دلوقتي وأنا بحكي لكم القصة دي حاسس إنها واقفة في أوضتي. ولو سمعتوا أي صوت خبط دلوقتي ما تفتحوش، لأن المقبرة ما بتختارش ضحاياها عشوائي، هي بتختار اللي يسمع القصة للنهاية. ولو عجبتكم القصة ما تنسوش اللايك والاشتراك، واكتبولي في التعليقات لو كنت مكاني كنت هتفتح باب المقبرة. واشوفكوا في قصة جديدة لو قدرت.